دعنا نبدأ بأول مقطعي فيديو سنلتقطهما نظرة على اليوم. تأتي إلينا من حساب تيك توك تديره امرأة تدعى روزانا، يزعم أن منزلها مسكون تماما من قبل بعض الأرواح الغريبة. طوال مدة الفيديو الأول من الواضح أن هناك شيئا خاطئا يحدث داخل منزل روزانا. ألقي نظرة في اللقطات المخيفة. بنفسك. كما ترون لسبب غريب تضاء وتطفئ الأضواء داخل منزلها بشكل مستمر طوال الوقت، بينما يمكن رؤية كرسي الطفل الهزاز يتحرك ذهابا وإيابا من تلقاء نفسه. مقطع فيديو ثان روساند تم نشره بعد فترة قصيرة، وهو أكثر رعبا من الأول في اللقطات التي نشاهدها، حيث يبدو أن قطة روزانا الأليفة الرائعة تشعر بالفضول بشأن شيء ما داخل المنزل، ثم شوهدت وهي تتجول في مكان ما أسفل الردهة للتحقيق، ولكنها فجأة خائفة من شيء ما لا يمكننا رؤيتها. نلقي نظرة ونشاهد الفظائع تتكشف. قطة تطلق صرخة مخيفة بينما تسرع روزانا بسرعة لمساعدة حيوانها الأليف المحبوب. للأسف ينتهي الفيديو قبل أن نتمكن من رؤية أي زوايا أخرى للقطط. منزل يتركنا لنتساءل: ما الذي يوجد داخل منزلنا بالضبط؟ ولماذا يخيفها هي وقطتها الوحيدة التي تفكر بها؟ فلنأمل فقط أن تتمكن من حل هذا اللغز والعودة للعيش معها بسلام. فكر في مكان لا ترغب مطلقا في العيش بالقرب منه، بغض النظر عما أنا على استعداد للمراهنة عليه بأن عددا لا بأس به منكم يا رفاق الذين يشاهدون هذا الفيديو الآن تم تعيينه كمقبرة ولسبب وجيه. أعنيه بعد كل شيء من يريد أن يعيش بالقرب من هذا المكان المخيف، حيث يوجد المئات وربما حتى الآلاف من الجثث المتحللة في الأرض. كما اتضح أن هذا التيك توك المعروف باسم ميك أند لوب يعيش بالقرب من المقبرة، وقد شهد بعض الأشياء المخيفة حقا. نتيجة لذلك في هذا الفيديو الأول الذي نشاهده بينما يخرج الرجل إلى فناء منزله ويبدأ في تسجيل شيء ما على مسافة لا يمكننا تحديده تماما، ثم يبدأ الهدوء تماما للاستقرار فيه، فجمع امرأة تصرخ من مكان قريب، ولكن القائم بالتحميل غير قادر على تحديد من هي المرأة التي تصرخ. أين مصدر الصراخ بالضبط في مقطع فيديو ثان تم نشره بواسطة القائم بالتحميل الذي نشاهده، وهو يقوم بإجراء تحقيق فعلي في المقبرة نفسها خلال أول ثانيتين. يبدو كما لو أنه لن يكون هناك أي شيء مثير للاهتمام بشكل مخيف،
يمكن رؤية كلمة المساعدة مكتوبة على الحائط بالدماء حتى يومنا هذا، ولم يتم حل المشكلة مطلقا. من هي المرأة التي سمعت وهي تصرخ من مكان ما بالقرب من منزل القائم بالتحميل على ما يبدو قادمة من المقبرة؟ والأفضل من ذلك، لماذا كانت تصرخ؟ هل كانت في خطر رهيب من نوع ما؟ قد لا نحصل على الإجابة أبدا. أثناء العمل في مزرعة قديمة في وقت مبكر من صباح أحد الأيام لحل المشكلات الكهربائية في حظيرة الدجاج، رأى مستخدم التعديل هذا سيارة في منتصف. كان العمل في السقيفة عبارة عن قافلة على بعد حوالي 200 قدم من السقيفة حيث يقع الإمداد، وقد التقط مقطع فيديو للسيارة لأنه ببساطة شعر وكأنه لم يكن يعلم أنه من خلال القيام بذلك فإنه سيسجل بطريق الخطأ مقطع فيديو تقشعر له الأبدان حقا. من المؤكد أن هذا سيهزك أثناء المكالمة. شاهد هذا في نهاية الفيديو حيث يرى شخصا يطل من خلال المدخل، وكان المدخل والمخرج الوحيد للمبنى خلفه في ذلك الوقت، وكانت الأبواب الأخرى جميعها مغلقة للأشخاص الذين هو كان يعمل معه. كنا نتحدث مع مالك القافلة بالداخل عندما تم تصوير هذا، لذا ركض ليرى ما إذا كانوا يلعبون أي حيل عليه، ولكنهم كانوا في منتصف المحادثة، وقالوا جميعا إنهم لم يكونوا بالقرب. من استغرق الأمر من 10 إلى 20 دقيقة حتى يومنا هذا، ولم يتمكن القائم بالتحميل من معرفة ما حدث في ذلك اليوم، ويبدو من غير المرجح أنه سيصل إلى جوهر الأشياء على الإطلاق. ولكن ما رأيكم يا رفاق؟ هل لديكم أي نظريات ممكنة؟ بأن امرأة تدعى ليكس نشرت مقطع فيديو تقشعر له الأبدان على حسابها، والذي سيجعلك مترددا قليلا في الاقتراب من أي من ألعاب طفولتك. في فيديو ليكس تشرح أنها استيقظت في الساعة 10:50 صباحا بعد سماع شيء غريب في منزلها. استمعوا يا رفاق، أنا أشعر بالفزع. هل تسمعون أن هذا هو فقاعات السلطعون الخاصة بطفلي في الحمام؟ لقد انطفأ للتو من العدم، وأشعر وكأنني على وشك إجراء فحوصات لنوبات الهلع. In the restroom, it just turned on out of nowhere, and I feel like I'm about to have a panic attack. Jax, come on, buddy. Come on, let's go check. Come on, come on, come on, buddy. هيا يا صديقي، هيا لنذهب للتحقيق. هيا هيا يا صديقي، تعال معي. هيا أيتها العاهرة، لن يأتي كلبي الحق. هيا يا صديقي، إنه قادم. يا إلهي يا إلهي، موسيقى. ما الذي اتضح؟ يا إلهي، موسيقى. ما الذي اتضح أن الضجيج الغريب ينتمي إلى لعبة السلطعون الخاصة بصغيرها. تقول إنها سمعت صوت انفجاره داخل الحمام، ومن الواضح أنها لا تعتقد ذلك. كانت الطفلة مستيقظة في وقت مبكر جدا من الصباح، ثم بذلت جهدا لبدء التحقيق في المنطقة، وسألت كلبها الأليف عما إذا كان يمكنه مرافقتها أثناء قيامها بذلك. ولكن من المثير للاهتمام أن الكلب يرفض متابعتها تقريبا، كما لو كان أيضا خائفا جدا من ذلك. اذهب إلى أي مكان بالقرب من الحمام، ما الذي يمكن أن يستشعره الكلب؟ ومع ذلك تمكنت ليكس في النهاية من إقناع كلبها بمتابعتها إلى الحمام، فدخلت إلى الحمام ووجهت كاميرتها. وهنا نرى بشكل مؤكد أن لعبة السلطعون نشطة وتصدر أصواتا من تلقاء نفسها. ما الذي تعتقدون يا رفاق أنه يحدث هنا؟ لماذا كانت لعبة السلطعون هذه تصدر أصواتا من تلقاء نفسها عندما لم يكن الطفل الذي تنتمي إليه في أي مكان قريب من الأفق؟ هل هناك شيء شرير حقا يحدث داخل هذا المنزل؟ إذا كان الأمر كذلك، نأمل أن يكون ليكس قادرا على التفكير في الخروج والانتقال إلى منزل جديد في أسرع وقت ممكن. ويأتي إلينا الفيديو التالي من أحد مستخدمي ريدت الذي قام بتحميل مقطع مخيف من اللقطات إلى سب ريدت الخاص بمشاية الجلد.
لأنه يعتقد أنه بينما كان بالخارج في وقت متأخر من الليل سمع بعض مشاة الجلد من بعيد يلقون نظرة ويستمعون إلى موسيقى تصفيق موسيقى تصفيق. Holy موسيقى. استمع إلى موسيقى مقدسة طوال المقطع الذي تبلغ مدته 40 ثانية، حيث سمعت للتو بعض الصراخ والصراخ المرعب. يمكن سماع أصوات قادمة من مكان ما في أعماق الغابة، ولا يبدو أنها تتوقف أو تبطئ مهما كانت تبدو غير إنسانية، وكأنها تنتمي إلى شيء آخر. وربما يكون هذا هو السبب وراء اقتناع القائمين بالتحميل بأنهم ينتمون إلى مشاة الجلد، والتي بالتأكيد يضيف في ثقافة نافاجو يشير المتجول بالجلد إلى ساحرة خبيثة قادرة على التحول إلى حيازة أو إخفاء نفسها كحيوان. وهذا المصطلح مخصص خصيصا للسحرة المؤذيين، ولا ينطبق أبدا على المعالجين، حيث ينظر إلى هؤلاء السحرة على أنهم أضداد لقيم نافاجو المنخرطة في طقوس مظلمة، واستخدام السحر المتلاعب على النقيض من ممارسات الشفاء التي يمارسها الطب. ومع ذلك يعتقد الآخرون أن الضوضاء تأتي من ذئاب القيود في كلتا الحالتين، فهي ليست نوع الضوضاء التي ترغب في سماعها بالخارج في وقت متأخر من الليل. فما رأيك يا رفاق؟ هل تعتقدون؟ أعتقد أن هذه الصرخات المرعبة تنتمي إلى سكين ووكرز، أو هل تعتقد أن هذه الصرخات كانت نتيجة لشيء آخر؟ تماماً، تأكدوا من إخباري في التعليقات على تيك توك. تقول إحدى المستخدمات المعروفة باسم غانداس سبيس إنها كانت بالخارج لتأخذ بعضاً من الطعام. لقطات من هذا الكوخ الغريب المهجور، عندما لاحظت فجأة أنها قد لا تكون وحيدة كما اعتقدت في البداية. لأول مرة في الفيديو يبدو كما لو أنه لا يوجد شيء مجنون يحدث، ولكن يصبح واضحاً في غضون لحظات فقط أن هذا قد لا يتم التخلي عن السقيفة المهجورة بعد كل شيء. انظر إلى هذا، لأنه إذا نظرت بعناية فمن المفترض أن تكون قادراً على رؤية ما يبدو أنه مخلوق نحيف بالقرب من السقيفة. يعتقد بعض الناس أن هذا الكيان المخيف قد يكون سائراً على الجلد الذي قام بالتحميل. تقول إنها في وقت التسجيل الأولي للفيديو لم تلاحظ المخلوق القريب منها، لكنها ذكرت أنها سعيدة لأنها لم تفعل ذلك، على الأرجح لأن ذلك كان سيخيفها أكثر شخصياً. ما هو رأيكم يا رفاق في مخلوق غاري هذا؟ ماشي الجلد مخلوق آخر، أم أن هذا ليس مخلوقاً على الإطلاق وشيء أقل شراً مثل شخص يرتدي الزي؟ تأكد من مشاركة أفكارك أدناه. لقد أثارت مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة منذ فترة طويلة حيرة وحيرة الناس في جميع أنحاء العالم، مما أثار في كثير من الأحيان مناقشات حول الحياة خارج كوكب الأرض وأسرار عالمنا. يمكن أن تكون هذه المشاهدات فريدة بشكل لا يصدق نظراً لأوصافها وسياقاتها المتنوعة، والتي سنلقي نظرة عليها بعد قليل. هي بالتأكيد واحدة من أروع مشاهدات الأجسام الطائرة المجهولة التي ستراها منذ وقت طويل. يذكر أنه تم تصوير الفيديو الساعة 9:45 مساءً في 26 نوفمبر 2011 على طول قسم مشجر من آي-10 في فلوريدا شمال مدينة بنما مباشرة. عند رؤية المركبة قفز مصور الفيديو من شاحنته وبدأ في تصوير الفيديو. قامت المركبة بقلي الكاميرا، لكن بطاقة الذاكرة ظلت سليمة. كانت المركبة تحلق على ارتفاع منخفض على الأرض وأصدرت وهجاً غريباً. دعونا نلقي نظرة على الفيديو.
ونرى ما إذا كنا أنفسنا بمجرد إلقاء نظرة على اللقطات يبدو تقريبا وكأنه شيء تراه ممزقا مباشرة من فيلم رعب. هناك مجرد شيء ما. إن الاشمئزاز الشديد بشأن الفيديو الذي يبدو مخيفا للغاية هو بلا شك قطعة رائعة من اللقطات، والتي من المحتمل أن يجد عشاق الأجسام الطائرة المجهولة أنفسهم يعيدون مشاهدتها مرارا وتكرارا. تم نشر هذا الفيديو التالي على TIK بواسطة المستخدم المعروف باسم WV الخارق، ويعرض لقطات له يتجول في الغابة مع طفليه الصغيرين محاولا ببساطة الاستمتاع بيومهم. يبدو في البداية أنه سيكون مقطع فيديو صحيا وبريئا، لكن كل شيء يتغير بسرعة إلى حد ما عندما يشرع الابن القائم بالتحميل في سؤاله: ما هو هذا الأب الذي يشير إليه الصبي الصغير بعد ذلك إلى شيء ما على مسافة بعيدة؟ ومن الواضح في بضع ثوان فقط أن العائلة ليست وحدها في الغابة كما كانوا يأملون. ألقوا نظرة وانظروا بأنفسكم على الرجال. Let's go back inside. Come on, guys. يمكن رؤية الرجال على مسافة ما يبدو أنه مخلوق غريب يقفز فوق شجرة. وفي هذه المرحلة أمر الأب أطفاله بمتابعته مرة أخرى داخل المنزل والذي يستمعون إليه. لحسن الحظ لا أحد يعرف على وجه اليقين ما هو هذا المخلوق بالضبط، ولكن من الجيد أن العائلة تمكنت من الوصول إلى الأمان داخل منزلهم قبل أن يتمكنوا من اكتشاف الموسيقى بأنفسهم. المتنزهات الترفيهية ممتعة لأنها توفر مزيج فريد من المغامرة المثيرة والحنين إلى الماضي، مما يخلق جواً حيث يمكن للأشخاص من جميع الأعمار الهروب من الحياة اليومية. ولكن في بعض الأحيان قد يكون الذهاب إلى مدينة الملاهي أمراً مخيفاً، حيث يثبت مقطع الفيديو التالي على يوتيوب الذي تم تحميله عن طريق الاستخدام المعروف باسم Cryptid Hunter مشاهدته إذا كنت تجرؤ على الحصول على ذلك. نشاهد في الفيديو مجموعة من الأصدقاء يجلسون في رحلة في متنزه، ويبدو أنهم جميعا يقضون وقتا ممتعا في مرحلة ما من الفيديو، على الرغم من أن الشخص الذي يقوم بالتسجيل يقلب الكاميرا لإظهار نفسه مع أصدقائها في المقعد يستمتعون. ولكن هنا حيث تأخذ الأمور منعطفا غريبا، راقب بعناية لترى ما إذا لاحظت أي شيء غير عادي. هل رأيته عند العلامة 208 تقريبا؟ يمكن رؤية امرأة تبتسم في وجهها الكاميرا أثناء جلوسها في المقعد، ولكن بعد بضع ثوان تختفي بشكل غامض ولم يتم رؤيتها مرة أخرى في الفيديو بأكمله. من هي هذه المرأة؟ وأين يمكن أن تكون قد ذهبت؟ تسببت اللقطات في تكهن العديد من الأشخاص الذين شاهدوها بأن الغريب كانت المرأة التي كانت على متن الرحلة، شبحاً ربما كان يحاول فقط الحصول على القليل من المرح في الحياة الآخرة. على الرغم من أن هذا الفيديو يعود تاريخه إلى عام 2800، إلا أن اللغز لم يتم حله أبداً. ومن المثير للاهتمام أن نلاحظ أيضاً أنه على ما يبدو تعرضت امرأة شابة لحياتها ذات مرة نتيجة عطل في هذه الرحلة وفقدت رأسها. هل يمكن أن يكون شبح تلك المرأة؟ قد لا نكتشفه على وجه اليقين أبداً، ولكن يمكننا دائما الاستمرار في التكهن بأن أحد مستخدمي يوتيوب المسمى نوفايس وايلد كامب قد اكتسب عددا كبيرا من المتابعين. النظام الأساسي لتحميل مقاطع الفيديو المتكررة على قناته
والتي تتابعه عادة أثناء تخييمه في أماكن مختلفة ومدونات فيديو حول تجاربه. الكثير من مقاطع الفيديو التي يمكنك مشاهدتها على قناته مسلية ومريحة، على الرغم من وجود مقطع فيديو واحد على هذه القناة يبرز مثل إبهام المنشار في الفيديو الذي نشاهده بينما يتجه التحميل إلى الغابة للقيام ببعض مدونات الفيديو كالمعتاد. ولكن في هذا اليوم بالذات لا تسير الأمور بالضرورة كما هو مخطط لها. بالنسبة للقائم على وشك رؤيته نظرة على هذا الجزء الغريب من الفيديو الذي يظهر استخدام كاميرا حرارية تلتقط شيئا غير قابل للتفسير، لذا فهذه هي رؤية فلور فيجن بالأشعة تحت الحمراء الموجودة على كاميرتي. يمكنك أن ترى هذه الأرجوحة الشبكية الخاصة بي وهذا الموقد الخاص بي، لذا أستمر في القيام بذلك. هناك الكثير من الأشياء الصغيرة حول لا شيء. هناك حسناً هناك بصمتان لليد فقط، وضعت شعلتي على ذلك ولم يكن هناك قبل ثانيتين، أقسم أنه لم يكن هناك. هناك علامتان يدويتان هناك كما ترون. Put my torch on. That wasn't there 2 seconds ago. I swear that wasn't there. There's 2. There's a mark on there. تمت رؤية بصمتين مختلفتين على تسببت الكاميرا الحرارية في إرباك ورعب القائم بالتحميل. بعد بضع دقائق فقط أثناء محاولته الراحة والتحدث إلى الكاميرا أذهل القائم بالتحميل فجأة بسبب ضجيج غريب يسمعه من مسافة بعيدة. إنه غريب، إنه على مسافة، إنه ليس كذلك، ليس قريبا، ولكن يبدو الأمر كما لو كنت تستطيع. موسيقى؟ بالتأكيد لا أعرف إذا كنت سمعت. لا أعرف إذا كنت سمعت أنه إذا اخترت تفاحة أم لا، فهذا يبدو أشبه بالذئب، لكننا لم نفعل ذلك. ليس لدي أي ذئاب في هذا البلد. من الممكن أن يكون كلبا، لا أعرف. لم أسمع أبدا، أنني لم أسمع شيئا كهذا أبدا أثناء التخييم. أنا لست We haven't got any wolves in this country. It could possibly be a dog. I don't know. I've never heard that. I've never heard anything like that whilst camping. I'm not in. ضجيج غريب، يبدو الأمر تقريبا وكأنه عواء ذئب من مسافة بعيدة، على الرغم من أن الشيء المثير للاهتمام الذي يجب ملاحظته هو أنه لا توجد ذئاب في البلد الذي يخيم فيه. لذا فإن هذه القواعد توضح ذلك. لذا ما الذي كان من الممكن أن يبقي شركة يوتيوبر هذه في الغابة في ذلك اليوم؟ نوع آخر من الحيوانات. إذا كان الأمر كذلك فهل تعتقد أنه كان يريد إخافته أو عدم إخباري بالتعليقات؟ هذا الفيديو التالي الذي تم تحميله على TAK 2K بواسطة مستخدم يحمل اسم دريد ليم 21 من المؤكد أنه سيمنحك قشعريرة في لقطات نشاهدها بينما تقوم المرأة بالتسجيل وهي تستلقي على السرير مع كلبها الأليف اللطيف، تحاول فقط الاستمتاع بيومها، ولكن في غضون ثوان فقط يظهر شيء مرعب تماما على الكاميرا والذي يضمن لك فقدان بعض النوم الليلة. شاهد هذا من أجل لسبب غريب يمكن رؤية وجه امرأة مجهولة ملقى على الأرض، ويفترض أن الشخص الذي سجل الفيديو ليس لديه أي فكرة عن هذه المرأة الغريبة. وماذا تفعل في غرفة نومها؟ ما رأيك يا رفاق فيما كان يحدث هنا؟
ربما كان هناك نوع من الكيان الشبحي الذي يقوم بزيارة هذه المرأة. إذا كان الأمر كذلك، ما هو السبب في رأيك؟ وهو أننا على الأرجح لن نعرف أبداً أن مستخدم يوتيوب يدعى تشارلز تايلر نشر مقطع فيديو رائعاً للغاية على قناته في 23 أغسطس 2012 يوضح فيه ذلك. لقد كان بالخارج مع أصدقائه في النرويج بالقرب من بحيرة محاولاً فقط اختبار الكاميرا، ولكن أثناء محاولته القيام بذلك انتهى به الأمر عن طريق الخطأ بتصوير شيء يقول إنه ليس لديه أي فكرة عنه، ولكنه يأمل أن يتمكن الأشخاص الذين يشاهدون اللقطات من المساعدة. أخرجه. ألق نظرة. التقط مقطع فيديو له. يمكننا تجربة المدربين الآن. تريد مني أن أصور مقطع فيديو مقدما يا صديقي. لقد انقسم للتو إلى قسمين الآن. لقد اختفى الآن. بدأ تشغيله مرة أخرى. إنه جليد. من المؤكد أن الجليد لا يفعل ذلك. تحرك بسرعة. لا توجد طريقة هناك. هذا زورق آلي غريب. نحن مرتفعون جدا. لا يوجد إمكانية الوصول. يا صاح، إذا كان هذا ثعبانا فلا توجد طريقة يمكننا رؤيتها من هذا الارتفاع مثل أنا. نعم، انظر هناك. يذهب مرة أخرى أيها المتأنق الفضائي. هذا هو شرحي يا رفاق. أنتم على استعداد للذهاب قريبا. أود مشاهدة هذا لفترة أطول قليلا. حسنا، إذا كان الأمر على ما يرام كما ترون، هناك بالتأكيد نوع من الشذوذ الغريب الذي يتحرك في الماء والذي يستدعيه القائم بالتحميل. الوحش الدودي النرويجي الموجود في عنوان مقطع فيديو يوتيوب هو بالتأكيد وصف مناسب لما يظهر في الفيديو، على الرغم من أن هذا لا يعني بالضرورة أنه هو التفسير النهائي هنا مهما كان. على الرغم من أنه بالتأكيد مخيف وغير قابل للتفسير في الوقت الحالي، فقط كن على اطلاع على هذا المخلوق. إذا قمت بزيارة النرويج أثناء تسجيل بعض مقطوعات الطبول It's definitely a fitting description of what appears in the video, although that doesn't necessarily mean it is the definitive explanation here. Whatever it is, though, is most certainly creepy, and as for right now, unexplainable. Just be on the lookout for this creature if you ever visit Norway. الموسيقى القادمة كان مستخدم يوتيوب هذا يتجول في المدرسة حيث كان يقوم بالتسجيل، وكان يفكر في إنشاء بعض مدونات الفيديو، ولكنه يقول إنه لا يستطيع التركيز لأنه كان كذلك. لقد انتهى به الأمر إلى الاستسلام ولم يسجل مدونات الفيديو مطلقا، ويقول إنه عثر مؤخرا على اللقطات التي التقطها، وحدث أنه نظر فيها وكاد يصاب بانهيار عصبي عندما رأى ما كشف عنه. شاهد هذا. حسنا أمسي. هذا أنا لست كذلك. سأفعل هذا. أنا لا أفعل هذا بشكل صحيح. حسنا، لا أستطيع حتى رؤية نفسي. لا أعرف إذا كان هذا حسنا. لا يهم. هذا أنا لست هذا. أنا لا أفعل هذا بشكل صحيح. حسنا، لا أستطيع حتى أنني أرى نفسي. لا أعلم أن هذا لم يأتي من العدم أبدا، حيث يمكن رؤية نوع غريب من الظهور وهو يتجول بالقرب من الدرج خلف القائم بالتحميل. وللأسف لا يوجد الكثير من السياق المقدم في هذا الفيديو، ولكننا نعلم أنه كان كذلك. تم تصويره داخل مدرسة تقع في مكان ما في سياتل، ولكن للأسف رفض التحميل الكشف عن اسم المدرسة لأي سبب كان. إنه أمر مؤسف، لأنه إذا كنا نعرف اسم المدرسة فيمكن للأشخاص على الإنترنت إجراء بعض البحث المناسب ومعرفة ما إذا كان المدرسة لديها تاريخ من كونها مسكونة أو لديها أي نوع من الأسرار المظلمة في الوقت الحالي. على الرغم من أن هذا اللغز يجب أن يظل دون حل، وكان ذلك 13 مقطع فيديو مخيفاً. أتمنى أن تستمتع بالفيديو، وإذا استمتعت به فاشترك للحصول على المزيد من سراديب الرعب، وسأراكم جميعاً في الفيديو التالي.